الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمر مباريات دورينا ونصل للجولة 33 دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 بالنسخة رقم 47 للدوري العراقي. دوك هنا في ملعبه يستضيف نفط ميسان صقور الجبال بمواجهة فرسان المملكة في مباراة لا تخلو من الأهمية على اعتبار أن الترتيب والنقاط الانتصارات والتعادلات وكذلك الخسار. فريق دهوك فريق قادم من تعادل أمام الزوراء بهدفين مقابل هدفين في بغداد، ونفط ميسان قادم من خسارة أمام فريق شمالي آخر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. مباراة مهمة، ترتيب العاشر ب42 نقطة لصقور الجبال لفريق دهوك، ونفط ميسان بالترتيب السابع عشر ب30 نقطة في مراكز الخطر بالنسبة لفريق نفط ميسان. مباراة لتعزيز نقاط والحصول على نقاطها، هذا بالنسبة لنفط ميسان، والابتعاد عن مراكز الخطر، بينما دهوك للوصول للنقطة رقم 45 ويستغل عامل الأرض والجمهور بهذه المباراة. كل التوفيق لكلا الفريقين، نتمناها مباراة مثيرة ويبدو لي هي كذلك. حضور جماهيري ممتاز، حتى لدينا حضور من ميسان لمؤازرة فريق نفط ميسان بهذه المباراة، وجماهير دهوك كالعادة حاضرة على المدرجات. هنا المنذر العلوي يستلم طبعا الجائزة كونه كان الأفضل من خلال الجولة الماضية الجولة 32 عندما قدم مستوى كبير في مباراة الزوراء، المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق. أرضية الملعب ممتازة، الأجواء كل الأجواء مثالية، ممكن أن تشاهد من خلالها مباراة كرة قدم بأداء فني جميل وبعروض مميزة لكلا الفريقين. محمد طارق أحمد يطلق الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري ولقاء دهوك ونفط ميسان ضمن لقاءات الجولة 33، افتتاح هذه الجولة لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 النسخة رقم 47 للدوري العراقي. بداية المباراة نفط ميسان يدخل المباراة بتشكيلة حاضرة: أنطونيو توتا، محمد سلام، حسين مطر، ناثانيل، علي عبد الأمير، أحمد عبد الرضا، علي لطيف، ديمي داوود، كريست، ومحمد خضير، ونسيم الصيود. هذه تشكيلة نفط ميسان لمباراة اليوم. بالمقابل لدينا دهوك يدخل بأحمد بشار، بيار أبو بكر، سعد ناطق، خادم رسول، يوسف الإمام، وهارون أحمد، أحمد عادل، صفاء هادي، كريم درويش، ولدينا بيتر جورجيس والمنذر العلوي. هذا توتا الحارس الكرواتي حارس مرمى نفط ميسان لهذه المباراة. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة محمد طارق أحمد، نوار صالح، وأحمد نعيم، ولدينا علي ميثم الحكم الرابع، بينما في غرفة الفار أحمد محمد عسكر ومحمد كامل صغير. كامل التوفيق لطاقم التحكيم وكامل الموفقية كذلك لدهوك ونفط ميسان. دهوك كالمعتاد يعني بألوانه على يمين السادة المشاهدين، بينما نفط ميسان على يسار السادة المشاهدين. جماهير الميسانية اليوم تطالب الفريق بانتصار
بنقاط الابتعاد عن مراكز الخطر. مركز السابع عشر الكل يعلم مركز يعتبر من الخطورة ومركز قريب عن الفرق المتذيلة الترتيب، وبالتالي هو مطالب بتحقيق النقاط الثلاث، بينما جماهير دهوك كذلك بقيادة هذا الرجل أحمد خلف التي تطالب الفريق بنقاط المباراة وبانتصار. وكذلك أتحدث عن فريق بفوز ممكن يعني على أرضه ما بين جماهيره، وبالمقابل هي ليست كذلك مستحيلة، وقادر نفط ميسان حتى وإن كان خارج أرضه. بالمناسبة هذا الموسم نفط ميسان انتصاراته كانت أكثر خارج ميسان، ولكن اليوم وبفرصة لدهوك ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. درويش، كريم درويش، هذا علي عبد الجبار بطموحات المباراة، بطموحات النقاط، بطموحات الأداء والتركيز العالي من خلال هذا اللقاء. بينما هذه الكرة وهذه الفرصة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. أحمد عادل بعد ذلك كريم درويش اللي سدد الكرة، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، أعتقد ركنية. حكم المباراة إذن أشار لركلة مرمى، لامست أو لا. على كل حال القرار لحكم المباراة محمد طارق أحمد اللي يقود هذه المباراة، واحدة من المباريات المهمة، افتتاح هذه الجولة، وبذات التوقيت لدينا مباراة مهمة لفريق شمالي آخر من السليمانية يستضيف فريق من العاصمة بغداد اللي هو فريق الشرطة. نوروز يستضيف الشرطة، مباراة بنفس التوقيت، مباراة مهمة كذلك، افتتاح لهذه الجولة 33، وقربت تتحدث عن العد التنازلي للجولات الأخيرة، والجولات الأخيرة كم هي صعبة، كم هي مثيرة، كم هي تتحدث عن الأداء بواقعية، واقعية النقاط للمباراة. الواقعية بالنسبة لنقاط المباراة هي الأهم من الأداء بهذه الجولات. وفي كل موسم الجولات الأخيرة دائما ما تكون مهمة، دائما ما تكون صعبة، دائما فيها المتصدر يحاول أن يحافظ، دائما فيها أصحاب الترتيب الثاني الثالث الرابع يحاولون الوصول إلى الصدارة، متدين الترتيب يريد الهروب من طبعا المركز الأخير، ولكن هذا الحال بالنسبة لنادي القاسم أمر مستحيل، على اعتبار أن الجولات الأخيرة والفريق خلاص يعني تتحدث عن المركز الأخير بدون انتصار لغاية الآن من خلال الجولات التي مضت. ولكن الفرق اللي ما قبل نادي القاسم تتحدث عن النجف، تتحدث عن الكهرباء، بينما كذلك نفط ميسان، هذه الفرق القريبة من المركز الأخير تحاول الابتعاد عن مركز الخطر. على هذا الأساس المباريات مهمة والمباريات صعبة جدا. كان الله في عون المدربين، اللاعبين، كذلك الجماهير التي تساند الفرق في دورينا. هذه الكرة الماضية التي كانت من نسيم إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. كرة للعماني المنذر العلوي، وصلت بعد ذلك بيتر جورجيس، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هداف الفريق طبعا هو ب 14 هدف. كرة فيها تمرير، وصلت بعد ذلك لسعد ناطق، سعد بالتمريرة إلى جهة اليمين، المحاولة من بيار، يعود لسعد، سعد بعودة لحارس المرمى، بينما لدينا صافر
وخطأ على داود. هذا ب7 أهداف. داود ب7 أهداف، لاعب الممتاز الذي يقدم عروض مميزة في دورينا. هذه الكرة الماضية التي احتسب فيها خطأ، وحكم المباراة يتحدث مع داود يعيد تنفيذ الخطأ. محمد طارق أحمد ركلة حرة مباشرة لفريق دهوك. الكل يعلم بأنه دهوك لديه بطولة دوري، تتحدث كذلك عن بطولة الكاس، تتحدث كذلك عن بطولة الأندية الخليجية، وفريق بدأ يقدم عروض مميزة، بدأ ينافس، بدأ كذلك يصارع الأندية في دورينا. يوسف الإمام لديه هدف هذا الموسم، وهو من أجمل الأهداف في دورينا في مرمى نادي الشرطة، بينما المنذر العلوي يتقدم ويمر ويحاول أن يمر، وبعد ذلك ينتظر المساندة تأتي، الكرة والفرصة خطيرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. بيتر غورغيس الكرة الماضية، وبحسرة من المدرب الكابتن أحمد خلف، ولكنها مرت دهوك أفضل من خلال الدقائق التي مرت. شوف هذا التمرير، بعد ذلك وصلت لبيتر ومن ثم التصويبة، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نفط ميسان. هذا بيتر هداف الفريق. كرة ملعوبة الآن إلى خارج أرضية الملعب. آخر من سجل لفريق دهوك في المباراة الماضية المنذر العلوي وأندريه الصنافي، بينما آخر من سجل نفط ميسان هو كريس، حاضر من خلال هذه المباراة في مباراة زاخر المباراة الماضية. هذا نسيم لاعب التونسي. كرة تنفذ الآن لنفط ميسان، المحاولة مستمرة، طالت على علي لطيف، أمامية لبيتر غورغيس أو هذا كريم درويش. تمرر الكرة، تبقى المحاولة، محاولة تقدم المرور، مرور ممتاز، لا زالت الكرة، تبادل الكرات. الله على هذه اللمسة، هذه فرصة خطيرة، حلوة المحاولة، حلوة اللمسات كانت، تبقى المحاولة وتبقى الخطورة، ولكنها وصلت لتوتا، وصلت لأنطونيو حارس المرمى. جملة حلوة، تبادل الكرات، كرة اصطدت بأحمد عبد الرضا، وبعد ذلك المتابعة من قبل أحمد عادل، الكرة وصلت لحارس المرمى توتا. كرة في المنتصف، محمد سلام يعود، أنطونيو، كرة تصل لناثانيل، هذا نانجولو، ناثانيل كذلك لديه هدف مدافع نفط ميسان. هنا أحمد عبد الرضا على تنفيذ رمية التماس. 12 دقيقة يا من تتابع وتشاهد عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي أينما كنتم. التعادل بدون أهداف، الجولة 33 دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم في موسم 2025-2026 النسخة رقم 47. بينما هنا سعد ناطق أبعد الكرة الماضية، تبقى المحاولة،
كرة تمرر. علي الكرة في المنتصف. يوسف علوي. علي لطيف. كرة او هذا محمد سلام. تمرير الكرة حسين مطر او هذا كذلك محمد الخير. الكرة لكنها تبعد. المنذر العلوي. تمرير الكرة وصلت لبيتر جورجيس. بيتر يمرر. كريم درويش. ريان ابو بكر. تمرير الكرة لهارون. هارون يحاول وبعد ذلك وصلت لبيتر. تمرر الكرة. احمد عبد الرضا. تقطع لنسيم. الكرة الى خارج ارضية الملعب. تحولت الى رمية تماس. خادم رسول. كرة الى رمية تماس. هذا نسيم بينما خادم رسول. هذه كرة المنذر العلوي واحمد عبد الرضا. كرة تنتهي برمية تماس. توجيهات مستمرة. محمد طارق احمد. ولا ارجع من مكان خروج الكرة. تنفذ الكرة. الضربة الرأسية. متابعة من قبل حارس المرمى احمد بشار. سعد ناطق. هارون. احمد عادل. كرة وصلت بعد ذلك. سعد ناطق. خادم رسول. كرة بلمسة صافرة وخطأ محمد طارق احمد. خطأ لفريق هوك. هذه الكرة الماضية كرة يوسف الامام وكذلك احمد عبد الرضا تنتهي بخطأ. ركلة حرة مباشرة. الكرة تنفذ. بعد ذلك تمرير الكرة لهارون. خادم رسول. احمد عادل. استحواذ على الكرة. افضلية واضحة لفريق الهوك. هنا يوسف وتقطع من ناثانيل الى خارج ارضية الملعب. وصلت للمنذر العلوي اللاعب الافضل في الجولة الماضية. العلوي يعود بالكرة لاحمد عادل. كرة امامية وصلت لانطونيو. وصلت لانطونيو توتا حارس المرمى. لا يزال التعادل قائم ولا يزال التعادل حاضر. صافرة وخطأ لصفاء. هذا خطأ على محمد سلام. هذا صفاء. محمد سلام محمد طارق في حديث وبالتالي الكرة فيها خطأ في منتصف الملعب. سعد ناطق بتمرير الآن. شباك ما اهتزت. المحاولات بأكثر اندفاع للأمام فريق الهوك. واضح جدا سيطرة امتلاك للكرة. إشارة في الملعب. نفط ميسان يعتمد على الكرات المرتدة. واضح جدا من خلال 17 دقيقة مرت. رمية تماس. تعود لنفط ميسان. علي عبد الامير. تنفذ الكرة. نسيم. المحاولة مستمرة. المرور ممتاز. وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى
ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة فريق نفط ميسان. على يمين حارس المرمى أحمد بشار. ديمي داوودة على التنفيذ. تنفذ الكرة، ابعاد للسعد ناطق. احمد عبد الرضا لداوودة، تبقى المحاولة. هذا لاعب مهاري. الكرة العرضية الممتازة العالية، ولكنها تبعد من يوسف الامام الى خارج ارضية الملعب الى تماس. نسيم سيود تترك الكرة. بدأ نفط ميسان يتقدم، يحاول الضغط، حصول على الكرات الثابتة. هنا أحمد عبد الرضا، ولدينا رمية تماس لفرسان المملكة نفط ميسان. أحمد عبد الرضا، كرة تبعد من بيار. ناثانيل تترك إلى خارج أرضية الملعب، تترك إلى رمية تماس. محمد طارق أحمد حكم اللقاء. رمية التماس الآن. أحمد عبد الرضا دائما وأبدا على كرات التماس. أحمد، إبعاد من يوسف الإمام. صفاء ليوسف، كرة تصل. ناثانيل تقطع الكرة. أحمد عبد الرضا، ومن ثم الإبعاد عن طريق كريس. هنا أحمد خلف، كرة تنفذ بشكل سريع. محاولة من المنذر العلوي، بعد ذلك ليوسف الإمام. تقطع الكرة، وصلت لأنطونيو توتا. تبعد من ناثانيل. عالية الكرة، ضربة رأسية. علي لطيف يحاول فيها. داوودة بإبعاد، ولكن لدينا صافرة وخطأ لنفط ميسان. 20 دقيقة لأهداف المباراة. 20 دقيقة لا أهداف ولا خطورة حقيقية على المرميين. هذه الكرة التي طالب فيها بخطأ المنذر العلوي. علي عبد الجبار، الكل يعلم عندما كان لاعب كان مدافع، وكذلك مدافع ممتاز. الكرة تنفذ للأمام، تبعد من سعد ناطق بضربة رأسية. تبقى المحاولة استمر عن طريق محمد خضير. منذر العلوي، امتداد الله على المنذر العلوي. المرور ممتاز، ولكن التمريرة ما كانت ممتازة. المرور كان أكثر من رائع من المنذر العلوي في اللقطة الماضية. كرة لأنطونيو توتا، وصلت لناثانيل. أمامية الكرة. صفاء، تبادل الكرات. تمرير كريم درويش لهارون. الكرة والفرصة ساحة، ولكن بعد ذلك حالة تسلل من الأولى على كريم درويش. اي نعم، حكم المساعد الثاني أحمد نعيم. من الأولى كانت على كريم درويش. هذه كانت عائد من التسلل، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نفط ميسان، اللي لا زال دفاعاته محكمة متماسكة جيدة. رقابة، حذر، واعتماد على الكرات الطويلة، واعتماد على الكرات الممتدة. هكذا يفعل
نفط ميسان من خلال 22 دقيقة مرت. رمية تماس، أحمد عبد الرضا على التنفيذ الآن. أحمد، الكرة تنفذ، الضربة الرأسية، محاولة والإبعاد من قبل حارس المرمى. رأسية محمد سلام، كرة تنتهي برمية تماس كذلك لأحمد عبد الرضا. نفط ميسان، الكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء وإلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. بدأ نفط ميسان، بدأ يتقدم، بدأ يأخذ الثقل وامتصاص اندفاع فريق دهوك في التقدم للأمام. هنا كرة لمحمد الخضير، صوب الكرة خطيرة كانت ولكنها مرت هذه فرصة خطيرة لنفط ميسان. كانت تقدم ومر، المرور كان ممتاز وسدد، صوب في الزاوية الضيقة. أي نعم، كانت في الزاوية الضيقة ولكنها في الشباك من الخارج إلى ركلة المرمى، تحسب لنفط ميسان. هذه المحاولة الكرة الماضية. كرة تنفذ من ركلة مرمى، عالية الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس، وصلت لسعد ناطر، تقطع، خطفها داود، مرر لعلي لطيف، تبقى المحاولة ولا زالت علي لطيف، علي يحاول، الكرة تقطع إلى خارج أرضية الملعب. كان هناك طلب للكرة من محمد سلام. هنا خادم رسول طول القامة، بدأ هذا السنغالي مدافع فريق دهوك، حتى سعد ناطق يمتاز بطول القامة. كرة وصلت لكريست، ديمي داودة دائما ما يسدد من خارج منطقة الجزاء. هذه واحدة من التسديدات ولكنها مرت إلى الخارج، إلى ركلة ركنية. دائما تشاهد عند هذا اللاعب الحلول الفردية. هذه الجماهير الميسانية، تحية لهذه الجماهير التي رافقت الفريق. والذهاب إلى الشمال، بينما هنا الفرصة والإبعاد. شوف الثقة الكبيرة لدى نفط ميسان الآن. وشوف تراجع فريق دهوك في هذه اللحظات، المحاولات المستمرة. هذا يعطيك دلائل على أنه الفريق نفط ميسان ممكن أن يسجل، وبهذه الطريقة في تقدمه للأمام، استحواذ على الكرة، يلعب بتركيز، إشارة في الملعب، بمحاولة وكذلك بمحاولة ثانية. ممكن بعد هذا الأمر أن يسجل، ممكن بعد هذه المحاولات أن يسجل. وفريق دهوك اللي يمتلك الملعب والجماهير وحتى كعناصر للاعبين وترتيبه الذي يتفوق به من خلاله على نفط ميسان، والفارق إلى 7 مراكز، وفارق النقاط، فارق الانتصارات، هذا ممكن يعطي أفضلية لفريق دهوك في أن يتقدم ويسجل. المباراة فيها هدف، ولكن لمن الهدف؟ كرة لسعد ناطر، بيتر جورجيس، هارون، بيار، عالية الكرة، وأحمد عبد الرضا في المكان السليم وبتوقيت سليم. ولكن حلوة العرضية،
حلوة 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 الكرة من بيان أبو بكر. بيتر جورجيس على التنفيذ. 3 ركنيات لنفط ميسان مقابل ركنية واحدة لفريق دروب. أفضل نفط ميسان على مستوى الكرات الركنية، هو من حصل عليها بأكثر عدد. حكم المباراة يتحدث مع هارون. ركلة ركنية. جورجيس. بيتر على التنفيذ. بيتر يطالع يناظر ينفذ عالية في مكان، والضربة الرأسية وصلت لأنطونيو توتا بكل سهولة. عالية الكرة. أحمد عادل. محمد خضير صاحب الفرصة الأخطر لفريق نفط ميسان في المباراة. بينما لدينا الكرة وصلت لأحمد عادل. بيان انطلق جهة اليمين. المحاولة مستمرة، اعتماد على الكرات العرضية التي تأتي من المنذر العلوي وكذلك من بيان أبو بكر. تمرير الكرة. بيتر بتصويبة، ولكنها وصلت لحارس المرمى أنطونيو توتا. هذه الكرة الماضية دائما ما يسدد من خارج منطقة الجزاء، وهو يمتاز في فرق بين اللي يسدد من خارج منطقة الجزاء. هذه كرة علي لطيف التي أبعدها حارس المرمى، هذه كذلك تحسب من الكرات الخطيرة لنفط ميسان في هذه المباراة. تحدثت عن التسديد من خارج منطقة الجزاء، هناك من يتقن وينفذ ويسدد بتركيز ويسجل في ذات التوقيت، وهناك من يسدد ولكن بعشوائية، وتكون يعني ربما بواحدة من الكرات يعني من القلائل قد تصيب ويسجل. لكن هنالك أسماء لا تجيد التسديد وتسدد بعدة مرات في المباراة الواحدة. هي أسماء واضحة وهي أسماء تمتاز بهذا الأمر. هذا واحد من هذه الأسماء اللي هو بيتر جورجيس. ولدينا بالمقابل ديمي داوود. هنا كرة وصلت لصفاء هادي. بعد ذلك التمرير طالت على درويش، وصلت لكريس، تمرر لأحمد عبد الرضا. كرة بجهة اليمين، مرور ممتاز، ما خرجت الكرة، لا زالت في الملعب. وهنا تمريرة لنسيم، يحاول نسيم، الكرة وصلت لسعد ناظر. جماهير حاملة أجواء في المدرجات ولم تهدأ، المؤازرة مستمرة. جماهير دوك، تحية لهذه الجماهير التي عودتنا كذلك للحضور على المدرجات لصقور الجبال بمؤازرة ومساندة مستمرة. دائما هكذا هي جماهير دوك. عديد لدينا من الجماهير في ملاعبنا التي تساند الأندية إذا ما كانت في بغداد وكذلك في المحافظات. تتحدث عن الجنوب، تتحدث عن الشمال، تتحدث عن الأنبار. هذه جماهير دوك. تحية لهذه الجماهير. شوف فيها الصغير، فيها الكبير، فيها الشيبة، فيها الجنس اللطيف، فيها العوائل، فيها الكل يحضر على المدرجات، الكل جماهير دوك. تحية لهذه الجماهير الوفية، تحية لهذه الجماهير التي تأتي وتساند في كل الأوقات، وما تهمها ظروف المباراة وما يهمها توقيت المباراة. هكذا هي الصورة من على المدرجات في كل مباراة.
هذا بيتر جورجيس. 33 دقيقة تعادل بدون أهداف، و33 جولة اليوم ندخل من خلالها. مباراة لا زالت دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026، نسخة رقم 47. هذا علي لطيف، بينما هنا بيان. هارون، خاطئة من هارون إلى خارج أرضية الملعب. هذا ديمي داوود. علي عبد الأمير. اسمع الجمهور، اسمع. حلوة لهذه الجماهير، حلوة لهذه الجماهير. جمهور بطبيعة الحال إذا ما كانت المباراة جميلة تكتمل بحضور الجماهير. أصوات على المدرجات، بينما الكرة ليوسف الإمام، للمنذر العلوي، عالية الكرة، هذه خطيرة ولكنها تبعد الكرة، وصلت لبيار، تترك إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، الكرة تنفذ لبيتر، يحاول أن يسدد، كرة مقطوعة، أصبحت مرتدة لنفط ميسان، التمريرة واصلة لنسيم. نسيم بعد ذلك خاطئ الكرة من علي عبد الأمير. كريم درويش، كرة إلى جهة اليمين، هارون بكرة، ولكن أحمد عبد الرضا أبعد الكرة الماضية. تبقى المحاولة، 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. تمرير لخادم رسول، ديمي داوودة لنسيم، يحاول نسيم. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب، ونسيم يطالب بخطأ. ديمي داوودة خطفها بشكل ممتاز، يمرر الكرة، تبقى المحاولة، هذه خطيرة لداوودة. داوودة خطير، داوودة يحاول، وداوودة بعد ذلك الكرة تقطع إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس. داوود الخطير، اعتماد على هذا الاسم من قبل هذا الرجل علي عبد الجبار. علي عبد الأمير على التنفيذ لرمية التماس لنفط ميسان. شوط متكافئ بين الفريقين، كرة والتصويبة حلوة التصويبة. حكم المباراة ابتسامة علي عبد الجبار. حلوة عندما يقابل القرار بهكذا ابتسامة حلوة لمدرب ميسان، ولكنه ينتظر القرار. حكم المباراة من غرفة الفار ينتظر القرار. التصويبة الماضية هل كانت في الرأس أو في اليد؟ سيأتي القرار يا حكم المباراة، يا أما تعود لمشاهدة اللقطة أو يقول له خلص الكرة ما في هذه التصويبة، والقرار يبقى لحكم المباراة. أعتقد سيعود إلى الفار، سيعود إلى الفار.
اي نعم واضحة، وهذه الصورة المعبرة. وأحمد عادل، وبالتالي هارون يتساءل، ومحمد طارق أحمد عند القرار، عند القرار. هذه تقريبا أوضح زاوية، ما راح يروح على زاوية ثانية، لا ما راح يروح، شوف ما راح يروح، خلاص اتخذ القرار. هذه أفضل زاوية لمشاهدة اللقطة، اتخذ القرار. محمد طارق أحمد ماذا يقول؟ وهل ابتسامة علي عبد الجبار ستكون مستمرة؟ نعم هي مستمرة باحتساب ركلة جزاء، ركلة جزاء. وافرحي يا جماهير، افرحي 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 يا جماهير ميسان باحتساب ركلة جزاء. يقول له باليد، هو يعترف يقول له باليد. وبالتالي ركلة جزاء بعد العودة للفار يحتسب ركلة جزاء لنفط ميسان من خلال الكرة الماضية. ومن سينفذ؟ ديمي داودة على التنفيذ. داودة ب7 أهداف هذا الموسم. هل يضع الهدف الثامن؟ هل يتقدم نفط ميسان بهذه الكرة؟ ونفط ميسان ذكرت بأنه قادم إلى شمالنا العزيز من أجل النقاط الثلاث، ودهوك استضاف نفط ميسان من أجل النقاط الثلاث لا غيرها. لمن ستكون؟ داودة ديمي داودة السنغالي. الله ديمي داودة يسجل. داودة لفرسان المملكة يتقدم بأول أهداف المباراة، فرسان المملكة بجول نفط ميسان، بجول ديمي داودة بجول. وبالتالي هدف من ركلة جزاء. ديمي داودة في الزاوية وحارس المرمى في زاوية أخرى، ويتقدم السنغالي، يتقدم بأول أهداف هذا اللقاء. وبالتالي هدف مقابل لا شيء الآن. شوف أحمد بشار في زاوية، وديمي داودة يضع الكرة في زاوية أخرى. وبالتالي فرسان المملكة هم من يتقدمون بأول أهداف هذا اللقاء. هدف مقابل لا شيء. كرة لهارون، إلى الخارج. سيكون البحث والضغط من قبل فريق دهوك واضح في الدقائق القادمة المتبقية من زمن الشوط الأول، على اعتبار أنه يريد العودة ويريد أن يسجل هدف التعادل. كرة فيها إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس. أحمد عبد الرضا على تنفيذ رمية التماس. الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. سعد ناطق، بيتر جورجيس. كرة تترك من حسين مطر إلى الخارج، إلى رمية التماس. هذا علي عبد الأمير. ياهي فرحة كبيرة الآن
في ميسان. فرحة لا توصف الآن في ميسان ومن الجماهير كذلك الحاضرة على مدرجات ملعب المباراة التي نرفع لها القبعة بحضورها إلى شمال العراق وبالتحديد في ملعب دهوك لمؤازرة الفريق. جاهي نقاط ثمينة إن كانت حاضرة، ولكن الفريق الضيف صعب جدا. الفريق الضيف تتحدث عن الضيف كما ذكرت صعب جدا خارج ملعبه اللي هو نفط ميسان، والمستضيف كذلك لا يقبل الا بانتصار. دهوك كذلك لا يرضى الا بنقاط المباراه. سننتظر ونتابع لمن ستكون الكلمه. ديمي داوودة بماذا يطالب؟ بطاقة صفراء بسبب الاحتراف. تنفذ الكرة والضربة الرأسية ولكنها مرت. حلوة الكرة، حلوة المحاولة من محمد سلام. ممتاز نفط ميسان، ممتاز نفط ميسان في الشوط الأول. بداية الشوط كان الاستحواذ لفريق دهوك والتقدم للأمام بضغط، ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور وأصبحت لفريق نفط ميسان. استطاع الحصول على كرات خطيرة، منها كرة اللاعب محمد خضير وكرة كذلك علي لطيف، وكذلك حصوله على ركلة جزاء وسجل من ركلة جزاء. والكرة الماضية كذلك خطيرة كانت من قبل محمد سلام. كرة تنفذ أمامية في عودة لحارس المرمى، وصلت لسعد ناطق. كريست، حسين مطر، حسين داوودة، ضغط على داوودة من ثلاثة لاعبين. حاول التقدم المرور بيتر جورجيس. خادم رسول، وصلت ليوسف الإمام. يوسف يحاول يمرر الكرة ولكنها اصطدت، وبعد ذلك تبعد من نثاني إلى خارج أرضية الملعب. 45 دقيقة انتهت. هذا نثاني، هذا الكاميروني. كرة لي هارون، يوسف، صفاء، أحمد عادل لصفاء، صافرة، وخطأ. ركلة حرة مباشرة في مكان خطير. 3 دقائق، 3 دقائق الوقت المضاف للشوط الأول، بينما الكرة الماضية التي احتسب فيها خطأ لصفاء، وبالتالي خطأ في مكان خطير. الكرات الثابتة في مثل هكذا مكان، حكم المباراة يعيد حاد الصد للمسافة القانونية. هذا أحمد عادل على التنفيذ بركلة حرة مباشرة. المسافة ليست بالبعيدة. أنطونيو يوجه توجيهات لحاد الصد. أنطونيو توتا، بينما أحمد عادل سيختار الزاوية ويختار المكان المناسب وكيف سينفذ وكيف سيلعب الكرة. أحمد عادل بنظرات والجماهير بترقب بهذه الكرة الخطيرة. أحمد يصوب الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الماضية التنفيذ تجاوزت حائط الصد وكذلك تجاوزت الخشبات الثلاث. هكذا كانت الكرة وهكذا كانت الصورة في الكرة الماضية. ركلة مرمى الآن، شوط أول جيد
بين الفريقين. جيد كذلك نفط ميسان، قدم شوط كبير وشوط ممتاز. وذكرت في بداية المباراة بأنه نفط ميسان خارج ملعبه ممتاز جدا، خارج ملعبه ممتاز جدا. هل يحافظ على هذا الهدف؟ هل يحافظ على الانتصار والنقاط الثلاث؟ هذا الأمر يترك إلى 45 دقيقة في الشوط الثاني، وكذلك وقت مضاف في الشوط الثاني، والسيناريو ربما يتغير في الشوط الثاني. ربما تكون الأمور مغايرة بالشوط الثاني. شوط المدربين، ماذا سيفعل علي عبد الجبار؟ ماذا سيفعل أحمد خلف؟ سننتظر ونتابع. بينما تصويبه، يوه الله، اي والله الله على التصويبه بشكل مباشر، كانت ممتازة. شوف الدقة بالتصويب والدقة بالتحضير والذكاء والتركيز واختيار التصويب في لحظة من كريس، كانت ممتازة. ولكن برافو 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 لحارس المرمى، تصدى للكرة على دفعتين من أمام كريس، وبالتالي مع الكرة الماضية الجميلة كانت الصافرة لنهاية الشوط الأول بتقدم فريق نفط ميسان بهدف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء مقابل لا شيء لفريق دوكس. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. يلعب على عبد الامير المتقدم. على عبد الامير يلعب الكره العاليه، ثقار يبحث عن الراسيه والابعاد من علي خالد، المتابعه من علاء سعد على تصويبه، جول 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 جول. علاء سعد يجلب السعد لفريق نفط ميسان، لفرسان المملكه، لابناء العماره، بعد استلام ومتابعة للكرة والإبعاد الذي لم يكن بشكل مثالي من الحارس علي خالد. وعلى سعد صوب بقوة ليسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 56. شاهدنا الخروج من علي خالد، وكانت هناك مضايقة ومساحمة من فقار، وعلى سعد استلم الكرة وسدد بقوة، كانت صعبة جدا على علي خالد. شاهد علو، الله يا علاء على هذه التصويبة، تصويبة قوية جدا في سقف المرمى. هنا الكرة المشتركة الأخيرة، هل هناك عودة للفار؟ شاهد شاهد شاهد، نعم، في سقف المرمى من علاء سعد، من هذا الأشول، من هذا اليساري، صاحب التسديدات القوية والقوية جدا. علاء سعد يجلب السعد ويتقدم، ما زالت مع السنغالي، السنغالي إلى نسيم صيود. خلاص 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 خلاص، ابن تونس النصر التونسي يأتي بالهدف الثاني لفرسان المملكة. النصر التونسي يطير هنا في العاصمة بغداد. النصر التونسي يسجل الهدف الثاني القاتل. شاهد داوودة كيف حافظ على الكرة وتمريرة جميلة، هل كان متسلل أم لا؟ لكن هنا الهدف الجميل في الزاوية الصعبة على علي خالد. شاهد شاهد شاهد،
كيف لعبها بالزاوية الصعبة من نسيم صيود، يضع كرة الهدف الثاني. وهنا نسيم صيود له للعمارة معلميه للعمارة على الدبكة الجميلة، دبكة للعمارة الجميلة. ونسيم صيود على طريقته للعمارة يحتفل بهذا الهدف الثاني. وهنا شاهد حسرة نهاد محمد. واحمد كاظم يطلب من مصطفى محمد الرجوع، تلعب من احمد عايد. هنا الراسية، جول 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 جول. ياسر ناجي يسجل الهدف الأول، يقلص النتيجة. احذروا الكهرباء بعد الدقيقة 90. سابع هدف لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90، أو الهدف الثامن. نعم، الهدف الثامن لنادي الكهرباء بعد الدقيقة 90. أفضل فترة لتسجيل الأهداف بالنسبة لنادي الكهرباء وبعد الدقيقة 90، حيث سجل 7 أهداف، وهذا هو الهدف الثامن عن طريق ياسر ناجي الذي يقلص النتيجة. هل هناك عودة للكهرباء؟ أمير يلعب الرمية الجانبية، محاولة الإبعاد. أحمد عبد الرضا، دخلنا الدقيقة الثالثة. علي خالد، ماذا تفعل؟ جول! هدف قاتل. فريق نفط ميسان يسجل هدف قاتل في الدقيقة 13 بعد الدقيقة 90. فريق نفط ميسان أيضا يسجل بعد الدقيقة 90، يسجل هدفه الرابع في هذا الوقت بعد الدقيقة 90. أحمد عبد الرضا بعد غياب طويل من المشاركة يدخل ويسجل هدف بطريقة فيها الكثير والكثير من الاستغراب والاستفهام من حارس المرمى علي خالد، الذي أبعد كرات خطيرة لكن يفشل بمسك الكرة. عبد الله الى الامام، نقلها المنتظر عبد الامير، منتظر حاول، منتظر والمرور والتوغل والدخول والمحاوله والتمرير والهدف الاول لامانه بغداد. هدف اول لاسود العاصمه بانطلاقه وبمجهود فردي من منتظر عبد الامير، يخترق وينطلق، لا يريد ان يبتعد كثيرا عن التسجيل او الصناعه. نعم، حضر وسجل في المباراه الماضيه وبثنائيه من خلالها ارتقى بالفريق وانتصر، والآن يمر ويخترق ويصنع ويمرر. برو فلافيو الأنغولي يحتفل نعم مع مواطن بيدرو أمور، وبالرقصة التقليدية الأنغولية يحتفلون وبسعادة غامرة. برو فلافيو يسجل رابع أهدافه في الدوري. سيدريك ناكا، هذا هو منتظر، هذا هو المصدر، هذا هو الممرر، هذا هو المنطلق، وبمجهود كبير له 85% من الهدف، 85% من الهدف. الانطلاق من امام علي لطيف والمرور والاختراق والتمرير والهدف الاول لمصلحة نادي امانة بغداد، والمرور والعبور وتسجيل اول اهداف المباراة. امامية، محاولة عرضية، متابعة رأسية، الله نسور الحدباء وبراسية دحام إبراهيم يعود بالنتيجة، يتمكن من تعديل النتيجة وبراسية رائعة على مرتين في شوط المباراة الأول. كانت مباراتهم، كانوا هم الأقرب للتسجيل، ولكن تغير كبير في شوط المباراة الثاني، تراجعوا. ولكن تحدثت وقلت بأن الفريق يقترب من التعادل، يقترب من التسجيل، واقترب وسجل دحام إبراهيم على مرتين بمحاولتين من روش بونينغ. جاءت الأولى نعم أو علاء الدين الدالي بكرة وتمريرة أمامية. علاء الدين الدالي أسيست رأسية، ومن هناك دحام إبراهيم يقتلع من هناك هدف التعادل ويقتنص هدف أول لفريق نادي الموصل في هذه اللحظات بعرضية متقنة على رأس اللاعب علاء الدين الدالي.
ومن هناك يودع دحام إبراهيم بهدف التعادل. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة محاولة، فرصة جول، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء سليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء سليمانية. راسكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء سليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة محاولة جول. الله 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 الله، عادت الغزلان إلى صولاتها المعهودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات. الله الله الله، النجف يبحث عن هدف، جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة. وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم. عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني، جول ثاني يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. فرحة كل جمهور النجف في المدرجات وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. الحارس في جهة والكرة في جهة، يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبا الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبا، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا، القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات. تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبا، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبا. شوف بالإعادة كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم بالكرة الماضية، لكن هدف سجل بالنسبة للشرطة. أيضا الشرطة هدف، القرمة لا شيء. بداية قوية خضراء بأراضي أو بأرضية ملعب الجولان. هدف أول بهذه اللحظات. ما هي ردة الفعل لصقور الغربية؟ لنشاهد ما هي ردة الفعل لصقور الغربية. ليونيل أتيبا. لنشاهد الآن أيمن حسين على التنفيذ بانتظار الصافرة. أيمن حسين والقرمة، صقور الغربية. أيمن، الله 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 الله، حلقت صقور الغربية، حلقت القرمة. يقدمون واجب الضيافة للقيثارة، وهدف التعادل بأقدام المونديالي. أيمن حسين يصل لهدفه التاسع هذا الموسم، ونعم هدف التعادل بهذه اللحظات. الله 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 الله، نعم أيمن حسين هو أيمن المونديالي. لم يكتفي بالتسجيل على بوليفيا، فهذا اللاعب يسجل في كل مكان وزمان. من أهدى الفرحة للملايين
لن يقصر بنشر الأفراح لأهالي الأنبار. التعادل الآن داخل منطقة الجزاء. ديالا البرتقالي ممكن يفعلها فيما تبقى من ثواني. الله 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 الله، ما أروعك ما أروعك يا عبد فرحان. الله الآن جمهور ديالا فرحان، أي تسديدة قوية، أي هدف جميل. الله الله على اياد عبد فرحان، يطلق صاروخ 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 من اياد عبد فرحان، يسكنها في شباك مرمى النفط في الزاويه الصعبه جدا على حارس المرمى حسين علي الجولي. لاحظ الانطلاقه من جول الزوباري اللي هياها الى مقتدى، اللي مر من امام اللاعب سامسون دير ومقتدى عمل ممتاز من مقتدى حسن اللي هياها لاياد عبد فرحان، اللي سدد بقوه اياد عبد فرحان ليسكنها في شباك النفط، يسجل اول اهداف اللقاء. الله الله على هدف جميل، الله على هدف رائع لفريق ديالا وعن طريق اياد عبد فرحان، وهو رابع اهدافه خلال هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى اربيل، وهدفين على فريق نادي القاسم. الان ياتي ويسجل في مرمى النفط واحد من اجمل اهداف هذه الجوله. الان اياد عبد فرحان يضع فريق نادي ديالا بهدف التقدم على نادي النفط. بينما هنا همام طارق على التنفيذ لركلة ركنية، بينما خطير. الله الله الله، مارلين الأوزبكي هز الشباك. شوبانوف يتقدم بأول أهداف المباراة بالنسبة لنادي أربيل. هولير الإمبراطور يتقدم في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. هكذا إذن فرحة الأنصار من على المدرجات في الدقيقة 42. شوف الكرة الأولى اللي كانت بالقائم، بعد ذلك تابع الكرة بهذا الإصرار الكبير الأوزبكي مارلين شوبانوف يسجل بالكرة الماضية، وبالتالي مارلين ثاني أهدافه بهذا الموسم، وثاني أهدافه على التوالي بعد ما سجل في المباراة الماضية في مرمى النفط. يسجل اليوم ويفتتح باب التسجيل نادي القاسم. الخطأ والركلة الحرة المباشرة، الكرة تنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد خطيرة. جول ثاني، هدف ثاني لأربيل، هدف ثاني. تيمي روف الأوزبكي هداف دورينا يظهر من خلال اللقطة الماضية ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة. أوزبكي آخر يظهر لنا من خلال هذا اللقاء بعد الظهور الأول اللي كان لمارلين بتسجيله للهدف الأول. هنا يظهر تيميروف أو مارلين هذه الكرة، وبالتالي عادت لمارلين. اي نعم مارلين هو من اضاف الهدف الثاني للمرة الثانية. مارلين يسجل الأوزبكي بهذا اللقاء. مارلين شوبانوف مدافع نادي أربيل، شوف الكرة التي تابعها وكان فيها إبعاد من حارس المرمى، ولكن الإبعاد ما كان قوي، وهنا الصورة كانت واضحة على جد. محمد مهدي بمحاولة خطوات خطيرة 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 خطيرة، أول للزوراء.
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء دهوك ونفط ميسان. تركنا الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف لديمي داوود من ركلة جزاء في الدقيقة 39. لقاء لحساب الجولة 33 لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2025-2026 بالنسخة رقم 47. شوط ثاني 45 دقيقة تنتظر دهوك وتنتظر نفط ميسان. شوط ثاني نتمناه أن يكون أجمل. شوط أول كان جيد، وكذلك الفريق الضيف قدم مباراة وقدم شوط كبير. فريق نفط ميسان تقدم من خلاله بهدف. الشوط الثاني شوط المدربين، شاهد محمد داوود يشترك كبديل من خلال انطلاقة الشوط الثاني، تغيير ما بين الشوطين للمدرب أحمد خلف. من ترك المباراة سنتابع ونشاهد اللاعب اللي ترك المباراة ودخل بديله اللي هو محمد داوود. تغيير هجومي واضح لمدرب فريق دهوك من أجل العودة، من أجل التعديل، زيادة عددية على مستوى الهجمات. كرة في منتصف الملعب، فريق دهوك يوسف الإمام لخادم رسول. هنا محمد داوود، إذن بديلا لأحمد عادل، بديلا لأحمد عادل. تغيير وحيد في المباراة. كرة وصلت لحارس المرمى أنطونيو توتا، حارس الكرواتي، بينما هنا المنذر العلوي. فريق دهوك في الترتيب العاشر 42 نقطة، بينما نفط ميسان بالترتيب السابع عشر ب30 نقطة. كرة فيها صافرة ولدينا خطأ بعد انتهاء الجولة 32 الماضية، ومع بداية هذه الجولة، افتتاحية هذه الجولة، أكثر الفرق فوز، قوة جوية ب 22 انتصار. كرة لبيتر جورجيس فيها إبعاد. جوية 22 انتصار بعد الشرطة ب20 انتصار. أربيل 19، طلبة 18، الأقل خسار القوة الجوية بخسارتين بعد الزوراء ب3، وأربيل 4، والشرطة 5 خسائر. بينما بيتر جورجيس وهدف التعادل، هدف التعادل، جول لصقور الجبال، هدف لصقور الجبال. يتعادلون مع بداية الشوط الثاني. بيتر جورجيس الهداف يأتي، الهداف يسجل، يتقدم باليسار ويسجل باليمين. هدف التعادل. عادت المباراة، عادت إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية بل إيجابية بهدف مقابل هدف. 4 دقائق من زمن الشوط الثاني، الدقيقة 49 يسجل بيتر جورجيس هذه الكرة وهذه التصويبة. مر من الأول وبعد ذلك صوب الكرة، مرت من علي عبد الأمير ومرت كذلك من حارس المرمى لتسكن الشباك ليتعادل صقور الجبال بالكرة الماضية. 1-1 الآن، 1-1 الآن.
سجل الهداف، يصل للهدف رقم 15 من خلال هذا الموسم، يؤكد الهدف. عادت المباراة، هل يتقدم للمرة الثانية نفط ميسان أو ربما يفعلها فريق دهوك ويندفع للأمام ويضيف في الثاني؟ كرة وصلت نافانيل، يطالب محمد داود بخطأ، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. ذكرت بأنه الشوط الثاني ربما تكون فيه متغيرات، بدأت أول المتغيرات بإدراك هدف التعادل، وهل توجد هناك متغيرات أخرى في الدقائق القادمة؟ هذه الكرة الماضية التي طالب فيها محمد داود بخطأ، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. ركلة مرمى، الكرة تنفذ، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. كرة الماضية لصفاء، هذه كرة لصفاء، تمريرة للأمام، محمد داود لاعب البديل الوحيد في المباراة. كرة اصطدت بحكم اللقاء، اسقاط كرة. يعود بها لفريق نفط ميسان ناثانيل، كرة تنفذ للأمام عالية، سعد ناطق، يوسف الإمام، خادم رسول، كرة مقطوعة من قبل أحمد عبد الرضا، صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لمحمد سلام. وبالتالي كرة الماضية محمد طارق حكم اللقاء، هنا أحمد عبد الرضا، دافع فريق نفط ميسان الكرة الماضية، وبالتالي الكرة تنفذ للأمام عالية ولكنها تبعد من خادم رسول. تبقى المحاولة وتبقى الكرة لفرسان المملكة من خلال هذه المحاولة، ومن خلال هذه الكرة تبعد بعد ذلك إلى رمية تماس. تماس الآن، هنا علي عبد الرضا، رمية التماس. سيكون الشوط الثاني اعتقد افضل على مستوى الاندفاع وعلى مستوى رتم المباراة، سيكون افضل من الشوط الاول، اعتقد هذا الامر سيكون حاضر. بينما ديمي داود الكرة طالت عليه مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية، حالة تسلل، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة. هارون، سعد ناطق، الكرة وصلت بعد ذلك ليوسف الإمام، تمرير للمنذر العلوي، يعود لسعد ناطق، عودة لحارس المرمى وإلى ركنية لفريق نفط ميسان. ركلة ركنية، الكرة الماضية ما سيطر عليها حارس المرمى. كرة لأحمد عبد الرضا، يحاول ناثانيل، وصلت لعلي عبد الرضا، المنذر العلوي، خطأ على أحمد، خطأ، ركلة حرة مباشرة على أحمد عبد الرضا.
الكرة الماضية في منتصف الملعب إلى جهة اليسار. المحاولة مستمرة. المنذر العلوي البحث عن زميل. هارون ليوسف لهارون، طلب للكرة من بيان بجهة اليمين. كرة في المنتصف لصفاء، بعد ذلك تمرر لسعد ناطق. سعد يحاول عرضية للأمام تقطع. علي لطيف يقود هجوم مرتد لنفط ميسان. الكرة لا زالت ولدينا صافرة وخطأ. خطأ على بيتر. خطأ على بيتر جورجيس صاحب هدف التعادل هذه الكرة الماضية، والخطأ لمصلحة علي لطيف بكرة كانت مرتدة لنفط ميسان. كرة تنفذ من حسين مطر، عالية في إبعاد وفيها متابعة. لا زالت الكرة صفاء للمنذر العلوي. صافرة وخطأ على أحمد عبد الرضا. سلامة للمنذر العلوي. ما نتمنى نشاهد إصابات في هذه المباراة. سقوط للمنذر العلوي هذه الكرة الماضية، وبالتالي صافرة كانت حاضرة لوجود خطأ. خطأ ينفذ بشكل سريع. وصلت لسعد ناطق، من سعد لخادم رسول، من خادم ليوسف الإمام. منذر العلوي تمريرة ممتازة. كرة خطيرة الآن لفريق دهوك. الكرة العرضية ولكنها تبعد الكرة. وصلت لمحمد خضير. محمد بتمريره. نسيم يطالب بخطأ. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. كرة وصلت للمنذر العلوي. المباراة أصبحت سريعة. المباراة أصبحت برتم مغاير عن الشوط الأول. الشوط الثاني مغاير يعني من البداية وبالتالي الكرة وصلت لبيار. لا أقرب لفريق نفط ميسان، وطالت إلى خارج أرضية الملعب. طالت علي عبد الأمير. علي عبد الأمير من جهة اليسار، ولدينا أحمد عبد الرضا من جهة اليمين. كرة وضربة رأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرت إلى ركلة مرمى. سلامة لكريم درويش. هذه الكرة العرضية الأخيرة والضربة الرأسية التي مرت إلى ركلة مرمى. ممتازة كانت المحاولة. المحاولة الماضية كانت ممتازة. طبعا لقاء المرحلة الأولى انتهى بهدفين لكل فريق على سعد وحسين طالب. هم سجلوا لفريق نفط ميسان، ومنتظر محمد جبر وبيتر جورجيس لفريق الدهوك. لقاء المرحلة الثانية لغاية الآن كذلك هم حبايب، ولكن بهدف مقابل هدف. صافرة وخطأ على صفاء. ركلة حرة مباشرة. فريق نفط ميسان يريد أن يتعامل مع الشوط الثاني كما تعامل في الشوط الأول. تغييرات القادمة: جعفر ناصر وستار جبار. خروج لمحمد سلام وكذلك محمد خضير. تغييران دفعة واحدة للمدرب علي عبد الجبار.
هذه التغييرات. هنا ستار أو سجاد جبار، واحد كذلك من اللاعبين الخبرة سجاد جبار. كرة فيها خطأ، ركلة حرة مباشرة تنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكنها وصلت لحارس المرمى. عالية الكرة، محاولة مستمرة، فيها إبعاد وفيها إصابة، فيها إصابة على مستوى الوجه. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. ما نتمنى نشاهد إصابة على مستوى الوجه، ربما بعد الإبعاد اللي كان من زميله ورفع القدم. أمور سليمة لأحمد عبد الرضا. هذه كرة تشوفوها كان محاوط من 4 لاعبين، ولكنه صوب الكرة ومرت بهذه الطريقة وتسكن الشباك إلى هدف التعادل في الدقيقة 49. هداف الفريق، فرحة الكادر التدريبي ودكة البدلاء بهدف التعادل. جماهير دهوك فرحة بالعودة، بينما هنا جماهير الميسانية فرحت بالتقدم في الشوط الأول. استمرت الأفراح وصولا للدقيقة 49، بعد ذلك يأتي هدف التعادل. تتأمل بأن يعود الفريق بهدف ثاني ويتقدم للمرة الثانية بقيادة هذا الرجل، بينما جماهير دهوك كذلك بنفس الطموح بأن يتقدم دهوك ويخطف النقاط ال3. شوف الإصابة، السلامة لأحمد عبد الرضا. الكادر الطبي يطمئن على سلامة اللاعب أولا وأخيرا. شوف هذا القدم اللي كانت من قبل علي عبد الرضا على مستوى الوجه، وبالتالي إن شاء الله تمر سلامات ويعود ويكمل المباراة مع زملائه. كرة للأمام، بعد ذلك المتابعة. المنذر العلوي يمرر، لا زالت الكرة للمنذر، يمرر صفاء هادي، منذر العلوي لسعد ناطق، سعد بتمريرة لبيتر جورجيس، عالية الكرة، مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب. ركلة في مرمى الآن، أنطونيو حارس المرمى بكرة تنفذ عالية للأمام. لغاية الآن هذا الموسم الأكثر خسائر نادي القاسم، تتحدث عن 29 خسارة. الأكثر تعادلا زورابي 14 تعادل، النفط 12 تعادل، والموصل 11 تعادل، والكرخ 10 تعادلات. محمد داود استلام ومرور، وبعد ذلك الكرة العرضية اصطدت وتبقى المحاولة. بيتر جورجيس، تمرير الكرة، صفاء، ضغط من نسيم، وصلت لخادم رسول، كرة إلى جهة اليسار،
تمرير الكرة، حسين مطر يشكو من إصابة ويطالب بإخراج الكرة. كرة بتصل لحارس المرمى سعد ناطق يمرر، وصلت لهارون أحمد، تمريرة لبيتر جورجيس. بيتر، منذر الحلوي، حاول المنذر أن يمر من الأول سريع وتبقى المحاولة وتقطع إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية الآن بضغط واضح. فريق دهوك يريد أن يسجل ثاني. ركنيات 7 في المباراة، 5 نفط ميسان وركنيتين لفريق دهوك. هنا بطاقة صفراء لسجاد جبار على ما أعتقد. أي نعم، لسجاد بطاقة. هذا التدخل والكرة في مكان خطير قريبة من منطقة الجزاء وأخطر من الركنيات لمصلحة دهوك. قوة جوية في الصدارة 74 نقطة، الشرطة بالترتيب الثاني 67 نقطة، أربيل ثالثا 66 نقطة، طلبة رابعا ب 61 نقطة، والزوراء خامسا 59 نقطة. شوف الفارق ما بين القوة الجوية والشرطة وأربيل، 7 نقاط إلى 8 نقاط. ولا تزال الأمور لم يحسم هذا الموسم. أعتقد بأنه سيصل لآخر جولتين. مباريات، جميع المباريات صعبة إذا ما كانت على ملعبك أو خارج ملعبك، في الديار، خارج الديار، كل المباريات صعبة. كرة تنفذ، ضربة رأسية من نسيم، إبعاد من يوسف الإمام. سجاد جبار إلى رمية تماس. هذا سجاد هداف الدوري، يبقى لاعب نادي أربيل تيميروف، شيرزود تيميروف اللاعب الأوزبكي ب 24 هدف. ولدينا علاء الدين الدالي 18 هدف لاعب نادي الموصل في الترتيب الثاني، وأتيبة بالترتيب الثالث ب 17 هدف لاعب نادي الشرطة، وكوكو فيديليس كوكو 16 هدف لاعب نادي الغراف. بينما بيتر جورجيس يأتي بالترتيب الخامس على مستوى هدافي دورينا ب 14 هدف مسجل، اليوم هدف يصل للهدف الخامس عشر. محمد طارق أحمد صافرة وخطأ، وصلت لخادم رسول. أحمد عبد الرضا، سجاد جبار، كريست، تمرير علي لطيف لنسيم، يحاول نسيم يسدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب. صفاء يحاول بهذه الكرة، يمرر الآن لبيتر جورجيس، تبادل الكرات، هذه خطيرة لمصلحة دهوك. صقور الجبال، صقور الجبال، جول 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 ثاني. الله الله، هدف ثاني لصقور الجبال، ثاني لبيتر، ثاني لجورجيس،
الثاني للهداف. تقدم وصوب، تقدم وصوب، تقدم وسجل، تقدم والثاني. يوه على هذه الكرة، شوف المرور الممتاز وبيساره في منتصف المرمى، بيتقدم بهدف ثاني ليسجل الثاني، ليقلب الطاولة على فرسان المملكة من خلال الشوط الثاني، وبالتالي هدفين مقابل هدف واحد، هدفين مقابل هدف واحد. افرحي يا جماهير دهوك، افرحي بهذا التقدم، افرحي بالهدف الثاني. قلب الطاولة صقور الجبال، قلب الطاولة فريق دهوك، ويتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. والأهداف عن طريق بيتر غورغيس، دقيقة 49 والدقيقة 70 من عمر المباراة. بينما الهدف الوحيد اللي جاء من ركلة جزاء لفريق نفط ميسان في الدقيقة 39 عن طريق ديمي داوودة. كرة لكريست، علي لطيف الآن يبحث عن التعديل. نفط ميسان يبحث عن التعادل. كرة وصلت لهارون، تمرير الكرة، اعتقد متسللا كريم درويش في اللقطة الماضية. كرة فيها عودة، بيتر، تمرير الكرة صافرة ولدينا خطأ. خطأ، ركلة حرة مباشرة. هذه الكرة الماضية التي احتسب فيها خطأ. حكم المباراة يوقف المباراة. اعتقد بهذه الصورة الألعاب النارية عندما تكون بهكذا عدد، حكم اللقاء يوقف المباراة. جماهير دهوك كل تأكيد هي سعيدة بهذا التقدم. حاجي يتحدث مع حكم المباراة. هذه جماهير دهوك، نعم الفرحة بهكذا طريقة أفضل وأحلى. اي والله الفرحة بهكذا طريقة أجمل عندما تكون الفرحة على المدرجات بطريقة سليمة، بهتافات جميلة، بشعارات رائعة، بصور جميلة على المدرجات. كل تأكيد يعني الكل يتقبل هذا الأمر. هذه جماهير دهوك والفرحة الكبيرة على المدرجات، الفرحة التي لا توصف بكل تأكيد من على المدرجات في ظل هذا التقدم وفي ظل هذا الانتصار لغاية الآن. هذا بيتر غورغيس اللي سجل الهدفين، ولكن تتحدث عن نفط ميسان اللي تقدم بأول أهداف المباراة. فرحة كانت كبيرة، الفريق الذي لديه 15 خسارة، 15 خسارة بالنسبة لفريق نفط ميسان هذا الموسم. الكرة تنفذ من الضربة الحرة المباشرة والضربة الرأسية، ولكنها وصلت لحارس المرمى.
كرة وصلت لحارس المرمى. ترتيب 17، مركز بكل تأكيد يعني لا يليق بفريق يمثل محافظة تتحدث عن ميسان والجماهير الميسانية. في كل موسم لم تكن الأمور هكذا، ولكن ربما هذا الموسم الطريق كان مغاير. الأمل يجب أن يبقى بالنسبة لجماهير نفط ميسان، يجب أن يبقى الأمل، مع أنه الأمور ما كانت يعني بالصواب في بعض المباريات بعض الجولات، ولكن هذا حال كرة القدم، ولا يجب أن تفقد الأمل مع صعوبة المباريات وصعوبة هذا الموسم. ما كان الطريق سهلا ولا مزهرا إطلاقا، لكننا زرعنا فيه الأمل ومضينا بقلوب صابرة. فتذكر دائما هناك أمل بأن يكون لنا في الغيب شيء جميل. اي نعم، في الغيب شيء جميل يستحق منا الانتظار. الأمل ضوء خافت في آخر النفق، لكنه كافي ليبقيك على قيد الإصرار. اي نعم، على الفرق وعلى الأندية التي لا زالت يعني في المباريات، ولا زالت تريد كسب نقاط وتريد كسب انتصارات وتريد البقاء في الدوري للموسم القادم. عليها أن تبقى وتتمسك بهذا الأمل. كرة ملعوبة الآن، إن كان نفط ميسان أو بقية الأندية. كل نادي عندما يصل لهكذا مرحلة وعندما يصل لهكذا ترتيب عليه أن لا يفقد الأمل، وعليه أن ينتظر الأمل، مع أنه الطريق ما كان كما ذكرت يعني سهلا لبعض الأندية. كانت هناك صعوبات، كانت هنالك يعني أمور حدثت. تغيير الآن، رضا محمد حاكم بديلا لعلي لطيف. تغيير للمدرب علي عبد الجبار. كرة وصلت لبيان أبو بكر، تنقل الكرة، تمرير الآن، تبقى المحاولة. وصلت لبيتر جورجيس، يمرر، داخل منطقة الجزاء على مستوى الدفاع. الكرة تبعد، تترك من يوسف إلى خارج أرضية الملعب. فريق دهوك 11 انتصار، 9 تعادلات و12 خسارة، بينما نفط ميسان 7 انتصارات، 9 تعادلات، 15 خسارة. فريق لديه مباراة مؤجلة أمام فريق النجف، كل يعلم. كريست بتمرير الكرة، بعد ذلك الكرة وصلت لسجاد جبار. كريست علي عبد الأمير، لحسين مطر لسجاد. تمرير الكرة لأحمد عبد الرضا. سجاد، كرة تقطع، ضغط من أحمد عبد الرضا، صافرة وخطأ.
ركلة حرة مباشرة في الكرة الماضية. كرة لسعد، فريق نفط ميسان من خلال الانتصارات السبعة لديه خارج أرضه فاز على النجف 4-2 وعلى النفط 2-1 وعلى الميناء 1-0 وعلى الكهرباء 3-1. كرة تقطع الآن. كل مباراة طبعا ظروف خاصة، لكل مباراة أمور تختلف عن المباراة التي سبقتها، وبالتالي هذا الرجل والجماهير تعول على هذا الرجل بأن تكون الأمور جيدة وصولا لختام هذا الموسم، وأن يكون فرسان المملكة حاضرا بالموسم القادم لدوري نجوم العراق. الأمل موجود ولا تزال الفرصة موجودة. لدينا جولات المتبقية، 5 جولات متبقية. كرة ملعوبة خطيرة وحارس المرمى يتصدى للكرة. حارس المرمى يتصدى للكرة. أنطونيو توتا من أمام المنذر العلوي بكرة وبفرصة التمريرة النقلة التي كانت ممتازة من قبل بيتر غورغيس، وحارس المرمى تدخل بشكل ممتاز، الحالة سليمة وبالتالي تدخل ممتاز من قبل حارس المرمى ينقذ مرماه من كرة خطيرة من أمام العماني. ركلة ركنية الآن 82 دقيقة، 8 ركنيات، 3 دهوك و5 لنفط ميسان. وحتى في الدقائق المتبقية لا يزال الأمل بالنسبة لنفط ميسان، حتى يعني ربما النقطة كذلك ثمينة، ولكن فريق دهوك العازم على الانتصار وعازم على تحقيق النقاط الثلاث، ولا زالت الكرة والفرصة لا زالت. بيتر يحاول فيها خطيرة، والمنذر العلوي حلوة من المنذر، حلوة من المنذر على الطاير، يلعب الكرة على الطاير. ولو جاءت هذه الكرة لكانت من أجمل الأهداف التي تسجل بهكذا طريقة، أهداف جميلة جدا وهي نادرة شاهدناها نعم في مباريات عديدة. كرة لداودة يحاول بالحل الفردي، كرة تقطع. هارون تمرير الكرة، كريم درويش لهارون، صفاء، يوسف، هارون لخادم رسول، نقل الكرة للأمام تبعد بضربة رأسية، لا زالت بيار تترك إلى خارج أرضية الملعب. طبعا اليوم اللقاء رقم 13 بين الفريقين، هناك 12 لقاء بتاريخ لقاءات الفريقين، فاز دهوك 4 وفاز نفط ميسان لقاءين، والتعادل حضر ب6 لقاءات. آخر فوز لدهوك الموسم الماضي المرحلة الأولى 2-0 بيتر غورغيس ومارلون. كرة فيها عودة بحارس المرمى. انتصارات نفط ميسان على دهوك كانت في عام 2014 وكذلك في عام 2015. مرور ممتاز، الكرة تنفذ طبعا بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد، الانتصارات التي جاءت لفريق نفط ميسان على حساب فريق دهوك. حكم المباراة يعود لاحتساب الخطأ وبطاقة صفراء. جبتوا لي هكذا الأمر؟ نعم، بطاقة صفراء ليوسف الإمام.
كل المباريات التي جمعت الفريقين سجلت فيها الأهداف إلا مباراة واحدة انتهت بالتعادل بدون أهداف. يعني حتى التعادلات الستة منها 3 تعادلات 1-1 والتعادلين بهدفين مقابل هدفين. تغيير الآن، مصطفى نواف بديلا للمنذر العلوي. كرة ملعوبة، تمرير الكرة إلى منتصف الملعب. ديمي داودة وصلت بعد ذلك، المحاولة مستمرة. ديمي داودة تنقل للأمام، تبعد بعد ذلك. يحاول في الدقائق الخمسة الأخيرة نفط ميسان أن يدرك التعادل. النقطة جيدة من أرض دهوك، جيدة مع أنه الفريق كان متقدم، ولكن بإصرار فريق دهوك واللاعبين، وكذلك هنالك أخطاء كانت على مستوى مدافعي فريق دهوك. وهنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية السادسة لنفط ميسان بهذه المباراة. البطاقة الصفراء لصفاء، هذه البطاقة لصفاء. ركنية الآن، داودة على التنفيذ، الكرة تنفذ عالية، الضربة الرأسية وصلت تالي نسيم. يحاول نسيم ولكن لدينا صافرة ولدينا خطأ. ركلة حرة مباشرة ليوسف الإمام. هذه الكرة الماضية، وهنا حكم المباراة احتسب الخطأ. نسيم يغادر، بديل فقار عبد. أربعة أهداف لهذا اللاعب. الكرة تنفذ الآن عالية، وصلت بعد ذلك المدافع اللي يبعد الكرة أحمد عبد الرضا إلى ركلة ركنية. ركنية الآن في الدقيقة 88. في شوط ثاني فريق دهوك يقلب كل الأمور، وبالتالي 10 ركنيات في المباراة، 4 دهوك 6 نفط ميسان من خلال هذا اللقاء. بيتر، الله على بيتر، الله الله على المرور، وبالتالي الكرة بعد ذلك تقطع إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة ركنية. ركنية الآن، بيتر على التنفيذ. هنا حارس المرمى أنطونيو توتا، الكرة تنفذ، إبعاد من قبل حارس المرمى بثبات وبخروج موفق في اللقطة الماضية. رمية تماس، هل هي الخسارة السادسة عشر لنفط ميسان وانتصار 12 لفريق دهوك؟ المتبقي دقيقة عدا الوقت المضاف، وهنا لدينا خروج لحارس المرمى وصافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. كريم درويش 5 أهداف لهذا اللاعب بهذا الموسم. كرة ناثانييل، سجاد جبار، تنقل حسين مطر، تبعد من بيار،
هارون يخسر الكرة. ديمي داوودة حاول أن يمر فيها تمريرة، ولا زالت الكرة ولا زالت الفرصة ولا زالت المحاولة، والكرة العرضية بعد ذلك ترسل للأمام. ديمي داوودة فرسان المملكة، محاولة مستمرة، تمريرة خاطئة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. 90 دقيقة انتهت. نلعب في الوقت المضاف اللي راح يضيفه حكم المباراة وبتقدير من حكم المباراة. مباريات طبعا هذه الجولة لدينا 7 دقائق. مباريات الجولة لدينا اليوم كذلك النفط والقرمة والطلبة والزوراء، ولدينا غدا مباريات أربيل والكهرباء الساعة 5:30، وكذلك بنفس توقيت القاسم والميناء والغراف وديالة بذات التوقيت. كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب. كرخو وزاخو. قوة جوية والموصل الساعة 8 يوم غدا إن شاء الله الخميس. مباراة النجف وأمانة بغداد الساعة 6. هناك الشرطة يتقدم ب3 أهداف مقابل لا شيء. تغيير كان لفريق دهوك. مود مشعان، كرة تقطع بضربة رأسية، مرتدة سريعة لمحمد داود. محمد يحاول أن يمر ويتقدم، ولا زالت الكرة ولا زالت المحاولة، ولكنها تبعد بالأخير إلى ركلة ركنية. جولة القادمة تنطلق يوم 10 يوم الأحد القادم، يوم 10/5. دهوك يستضيف نادي القاسم الساعة 5:30. ميناء والزوراء الساعة 5:30. نفط ميسان والنفط الساعة 5:30. شرطة والغراف الساعة 8. ولدينا القرمة والقوة الجوية الساعة 8. ويوم الاثنين تستكمل باقي المباريات: كهرباء ونوروز، الكرخ وأمانة بغداد، نجف وأربيل، زاخ وديالة، موصل والطلبة. هذه مباريات هذه الجولة والجولة القادمة. 33 و34 بطاقة صفراء اعتقد لرضا محمد أو محمد داود. نعم محمد داود هو من يتلقى البطاقة. كرة داخل منطقة الجزاء، تبعد الكرة. لحظات ودقائق، لحظات ودقائق. كرة لا زالت لمصلحة فريق دهوك بتمريرة إلى جهة اليسار مستمرة، تقطع من أحمد عبد الرضا. داود يحاول بهذه الكرة مرور ممتاز، يقطع مسافة فيها، يمرر لجعفر. جعفر ناصر أحد البدلاء حاول أن يمر، كرة تقطع، أصبحت مرتدة لمصطفى نواف. هارون، محمد داود، محمد داود لهارون، تنقل للأمام ولكنها وصلت لحارس المرمى. عالي الكرة، سجاد جبار، كرة وصلت في المنتصف. هجوم الآن، فقار
تمرير عرضية فيها إبعاد وفيها ضغط من ناثانيل، يمرر الكرة، فرصة والمحاولة، الكرة العرضية للأمام فيها إبعاد من قبل حارس المرمى، فيها إبعاد وفيها إصابة لحارس المرمى في اللقطة الماضية. بطاقة إذا ما كان سجاد، وبالتالي طرد. يتلقى البطاقة الصفراء الثانية، يطرد سجاد لاعب البديل أحد البدلاء بهذه المباراة في آخر دقيقتين. بالسلامة لحارس المرمى. هذه الكرة وهذا التدخل. رفع القدم وبالتالي خطأ واضح. بطاقة صفراء ثانية ويطرد. نظرات علي عبد الجبار اللي كان متفوق بهدف. الشوط الثاني كانت الكلمة لهذا الرجل. هنالك أخطاء على مستوى خط الدفاع بالنسبة لفريق نفط ميسان، وبدأ المباراة يعني في الشوط الثاني بمساحات على مستوى خط الدفاع. هل سيعود بحمراء مباشرة تلغى الصفراء وتكون حمراء مباشرة؟ القرار لحكم المباراة. هل يستحق الطرد المباشر؟ قرار لمحمد طارق أحمد حكم هذه المباراة. الوقت المضاف انتهى. هذه الحالة حالة اللي تدخل فيها سجاد جبار أحد البدلاء. هل سيشهر الحمراء مباشرة؟ حكم اللقاء. محمد طارق خلص يطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. هذه الإعادة للكرة وهذا التدخل والقرار لحكم المباراة بعد العودة للفار. خلاص يقول له فقط البطاقة الصفراء الثانية ويطرد. هنا بطاقة صفراء لبيار. هذه المرة لا زال نفط ميسان يحاول من خلال الدقائق الأخيرة من خلال الوقت المضاف أن يعود على أقل تقدير بنقطة. هذه البطاقة وهذه الركلة الحرة المباشرة وتقدم لاعبي فريق نفط ميسان وعودة لاعبي فريق دوك من خلال الكرة الماضية. الكرة للأمام تبعد. أحمد عبد الرضا، سعد ناطق، فقار، ناثانيل في هذه الكرة. سعد ناطق، كريست، مرور ممتاز، ناثانيل
تمرير الكرة ولكنها تقطع، أصبحت مرتدة الآن لمصطفى نواف. مصطفى يمرر لمحمد داود، لمصطفى نواف، كرة طالت إلى تماس، طالت إلى تماس. هنا حسين مطر مدافع نفط ميسان، كرة لجعفر. إذن هنا الصافرة تأتي من قبل حكم المباراة محمد طارق أحمد لتعلن عن النهاية الكاملة لهذه المباراة بفوز فريق دهوك على نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد. سجلت الأهداف، تقدم نفط ميسان من ركلة جزاء عن طريق ديمي داوودة في الدقيقة 39، وبيتر جورجيس سجل في الدقيقة 49 وفي الدقيقة 70. مبروك لدهوك وجماهير دهوك، وهارد لك لنفط ميسان والجماهير الميسانية. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.